راح نعمل طريقة الغريبة بالفستق والعجوة. هاي هي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. شوفوا، يعني شي راقي جدا، وطعمها بتجنن. هلا راح نشوفوا هشة وتدوب بالتم، يعني كتير طرية وطعمها بتجنن. هلا راح نشوف كمان مكوناته ايش هي. هاي شكلها بعد ما خلصناها، شوفوا ولا اروع منها. والطعم أقولكن لا يوصف. هاي بمناسبة العيد، تقدروا تعملوها كمان بأي وقت غير العيد كمان، يعني طعمها بتجنن، للضيافة روعة. وهلا روحوا معي على المكونات. عندنا المكونات، عندي سمنة 270 جرام سمنة. طبعا عندي سمنة مثل ما يقولوا سمنة بلدي. أي نوع سمنة عندكم تقدروا تستعملوه. أنا عندي سمنة، يعني تقدروا تستعملوا سمنة أصيل، سمنة خانم، أي سمنة عندكم تقدروا تستعملوا. كمان راح نضيف له 200 جرام سكر بودرة. طبعا سكر بودرة الجاهز من السوق، مو اللي نحن نفرمه بالبيت ونحطه، لا، الجاهز من السوق عشان تنجح معنا 100%. شوفوا الغريبة، إذا بدها تنجح معنا لازم تكون السكر ناعم بودرة خالص. لما نحن نعمله بالبيت إلا راح يضل شوية خشونة فيها، بس يفترض نجيبها من السوق ويكون بودرة، يكون أحسن وتعطينا شغلة تنجح معنا من أول مرة. هلا رح نحركها كتير كويس مع السمنة لحتى ما ينسجموا مع بعض كتير كويس، وتدوب معنا شوية سكر. طبعا عجينة الغريبة لازم تكون كتير ناعمة وشغلة ولا ألز منها، لا تلزق بالإيد ولا شي. شوفوا هلا بعد ما دابت معنا، هلا رح نضيف الطحين. عندي 500 جرام طحين، رح نضيف الطحين كله. طبعا كل طحين غير التاني، احتمال يكون بده أكتر، احتمال بده أقل. انت راح تشوفوا العجينة شلون تكون معكن طرية. هلا راح تشوفوا بالاخير العجينة شلون تكون طرية. طبعا انا حطيت 500 جرام طحين، 250 جرام سمنة، 200 جرام سكر بودرة. نضل نحرك فيها كتير كويس لحتى ما تصير عجينة طرية. طبعا بدها شوية حركة كويسة هون راح تفكروا انه طحين زيادة كتير، لا مو كتير، بس تشوفوا بعدين راح تدوب كلها مع بعض. راح تعطينا عجينة كتير طرية وناعمة. شوف شلون دابت. هلا راح نضيف كمان الطحين التاني. هلا راح نضيفها على 3 مراحل، ما راح نضيفها مرحلة واحدة، لأنه إذا يلزمنا التانية ترى نضيف كمان، ما يلزمنا خلاص. بس على الأغلب راح أضيف كلياتها. هلا نحركها كتير كويس. هلا بعد ما حركناها، شوفوا عطنا عجينة طرية طرية جدا وناعمة. هلا إيش راح نعمل كمان؟ راح نضيف الطحين الباقي. عجينتنا كتير طرية. هلا نضيف الطحين الباقي كمان، راح تستوعب الطحين الباقي كمان. هلا بعد ما ضفناها نحركها كتير كويس لبين ما تعطينا عجينة طرية وناعمة وجاهزة للشغل. هلا عجينتنا صارت جاهزة ونقدر نشتغل فيها. قبل ما نشتغل فيها كمان، شوفوا عجينة كتير طرية. شو ما تشتغلوا فيها تصير معكم أي شكل تحبوا تقدروا تعملوه. تقدروا تعملوا غريبة عادي كمان، هي نفسها تقدروا تعملوا غريبة عادي، يعني اللي انتم تحبوه أي شكل تعملوه راح تصير معكم. هلا راح نجيب العجوة، نص كيلو عجوة مع شوية زبدة.
نحركن كتير كويس مع بعض. طبعا هون الإضافات للعجوة أنت شغلة اختيارية، في عالم تحب القرفة، في عالم تحب تحط جوز، في عالم تحط فستق حلبي، اللي أنت تحبوه تقدر تحطه جواتها. طبعا أنا اللي ضفتها كلها زبدة وحطيت لها فستق حلبي. أي إضافات أنت تحبوا لها ما تضيفوا لها شي كمان يمشي الحال. أي شي عندكم بالبيت تقدروا تضيفوا له. أنا ضفت لها فستق حلبي بيكون إنه من فوق كله راح يتغمس كله بفستق حلبي، عملت حتى من جوا فستق حلبي عشان تعطينا طعمة كمان طيبة يعني. وتقدروا تحطوا لها جوز، تقدروا ما تحطوا لها شي مثل ما انتم تحبوا. طبعا بعد ما حركناها مع فستق حلبي راح نعملها كور صغيرة عشان نحشيها. نعملها كور صغيرة ونحشيها أسهل هيك لنا، عشان راسا ما راح تاكل معنا وقت. هلا خلصناها بعد ما عملنا كور. عندي فستق حلبي مبروش. طبعا الفستق حلبي كله قطعته بالسكينة مبروش برش. هلا والحجم مثل ما انتم تحبوا، انتم تستحكموا بالحجم. انا عملتن شوي كبار، فيكن تعملوه اصغر، وانتم فيكن تعملوه مثل ما انا عملت. طبعا بعد ما سويناها على شكل اسطواني راح نحطها بفستق الحلبي. شوفوا هاي الشكل. هلا راح اعمل كيني على طريقتين ثلاثة. هيك نفتحها شوي ونحط العجوة ونشتغل فيها. طريقتها كتير بسيطة. كمان هيك كمان نحركها فستق حلبي كويس، ونحركها كمان عشان الفستق حلبي تغرز لجوا شوي. هلا راح اعمل كني على البطيء كمان عشان تشوفوا. بهذا الشكل هيك كلها تنسوه. كمان حركه على الطاولة كويس. شوفوا شكلها كتير شغلة كتير بسيط. هلا راح اعمل كني على البطيء وتشوفوا شلون. طبعا في ملحوظة هون هامة جدا. ما تمدوا ايديكن عليها بعد ما تطلع من الفرن لحتى ما تبرد على الأخير، لأنه إذا طلعتنا تتحسوها كتير طرية راح تفرط معكن. ما تمدوا ايديكن لحتى ما تبرد، بس بردت تشيلوها كتير تكون كتير ماسكة حالها وكويسة. هاي ملحوظة مهمة جدا. وتحطوها على الحرارة 170 مدة 10 دقائق 12 دقيقة راح تستوي معنا. هاي هي الصينية الأولى جاهزة للفرن. طلعوا تنحط على الحرارة 170 مدة 10 دقائق 12 دقيقة. تشغلوهم فوق وتحت، اللي عنده هواء يشغل هواء، واللي ما عنده هواء يشغلهم فوق وتحت. ما تاكل معنا وقت بالفرن. شوفوا هلا هون فضيت الفستق الحلبي على الطاولة واشتغل فيها مثل المحلات بالضبط. هيك تكون اسهلكن، اللي انتم تحبوه تقدروا تعملوا. وهاي هي ينعاد عليكن صحة وهنا على قلوبكن. لا تنسوا دعمكن إلي على قناة اليوتيوب ليصلكن كل جديد.